نناقش اليوم اللي هو المحور الأول أيضا يتعلق بقضية متى تكون الحياة في نظر البعض بلا جدوى. أول حاجة أو أول مسألة تجعل الحياة في نظر البعض، بعض الناس يعني بعض البشر، تجعل هذه الحياة ما لها حكمة ولا لها غاية ولا جدوى منها، ونهايتها إلى الفناء ونهايتها إلى العدم، أن يكون الإيمان غائب، أن يكون الإيمان غائبا. إذا غاب الإيمان بالله وغاب الإيمان برسل الله وغاب الإيمان بكتب الله عز وجل وغاب الإيمان باليوم الآخر، بيوم الدينونة، يوم القيامة، إذا غاب الإيمان بمعنى اختفى ولم يصبح ظاهرا على السطح وليست له تفاعلات مؤثرة على تصورات الإنسان وعلى سلوكياته، هذا معنى الغياب، أنه يكون بعيد عن التأثير في تصوراته، في تصورات الإنسان، وبعيد عن تأثيره في السلوكيات، لأنه الإيمان لا قيمة له ما لم يترجم إلى عمل. لذلك كما قلنا بالأمس في آيات في القرآن كثيرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكتب فقط بالأشياء الفكرية الاعتقادية النظرية، لا بد من عمل، لا بد من أن تترجم الأمور إلى سلوكيات. قد يكون هناك مستويات لفقدان معنى الحياة، أحيانا يكون الفقدان كامل درجة 0، وأحيانا قد يصاب حتى المسلم المؤمن قد يصاب بنوع من الإحباط وبعض اليأس وعدم الإحساس بجدوى ما يقوم به من أعمال، قد يصاب بعض المسلمين بذلك، والسبب ليس في غياب كامل للإيمان، لا، إنما يكون في نقص الإيمان. وعقيدتنا وكلكم تعرفون هذا الأمر، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ففي حال نقص الإيمان قد تظهر بعض أسئلة معنى الحياة والإحساس بالإحباط والإحساس يعني بالضجر، والإحساس بأن ما سمينا بالأمس يعني بين قوسين فلسفة عادي، كل شيء عادي، متساوية الأشياء، متساوية الأمور عندنا في نظر الإنسان، متساوي النجاح والفشل، يتساوى أمامه السعادة والشقاء، يتساوى كل شيء، ما عاد يصبح فيه شيء مهم، ما عاد يصبح فيه شيء في الحياة مدهش، يفقد شغفه، يفقد الإنسان إذا أصيب بمثل هذه الحالة يفقد الشغف بأن ينجز ويعمل ويبدع ويكون حيوي في هذه الدنيا. وهذه هي المشكلة، وهذا هو الذي لا يريده الإسلام لأتباعه ولا لمعتنقيه. إذن ممكن يصاب أحيانا نوع من النقص الإيمان يؤثر عليه أسئلة، بالتالي ينتج عن هذا النقص طرح الأسئلة معنى الحياة وما الجدوى منها وما الغاية منها وما الهدف منها والحكمة من المعاناة والحكمة من الشرور الموجودة والكوارث الموجودة، هذا كله ممكن يكون موجود أحيانا. لاحظوا هذا حوار ذكره الدكتور عمرو شريف في كتاب جديد له طلع في الأيام الأخيرة اسمه خرافة الإلحاد، هو كتاب جيد الحقيقة، كتاب يعني فيه مميزات وعليه بعض الملاحظات. الدكتور عمرو شريف متصدي للإلحاد الجديد، ويلاحظ أن الشباب في مصر وفي العالم الإسلامي في السعودية مثلا عندهم أسئلة كثيرة مقلقة تؤدي بهم إلى إنكار وجود الله عز وجل وإلى إنكار الأديان جملة وتفصيلا، ومنها وعلى رأسها الإسلام. فطرح تساؤل، يعني لماذا يصلون إلى هذا الأمر؟ لماذا يصلون إلى درجة أنهم يشعرون أن الحياة لا معنى لها وأنه لا حكمة منها؟ فقال لأنهم عندهم يعني 5 أسئلة، طرحوا الأسئلة بشكل سيء وجاءتهم أجوبة بشكل رديء. الأسئلة التي طرحوها بعيدا عن المرجعية الدينية، بعيدا عن نصوص الوحي، بعيدا عن التفكير السليم. يعني سألوا، وهي القضية المركزية، هل هناك إله؟ بالنسبة لهم هؤلاء الماديين، بالنسبة لهؤلاء الذين يركزون على الحياة المادية فقط، بالنسبة لهم لا إله، ما في الله موجود. طيب كيف ينبغي أن نحيا؟ كيف ينبغي أن تحيا أنت في هذه الحياة؟ بأي طريقة؟ كيف ستدير أمورك؟ قال كيفما تشاء.
أي شيء تسويه ممكن، تساوت عنده المعايير. طيب نحن كبشر ما مكانتنا في هذا الكون؟ هل الله عز وجل سخر لنا كل شيء في هذه الأرض؟ هل الله عز وجل كرمنا؟ قال لا 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 لا، نحن موجودون في هذا الكون مثلنا مثل أي موجود آخر، ما لنا أي ميزة. يعني طبعا يؤمنون بنظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور عند تشارلز داروين المعروفة، نظرية النشوء والارتقاء، وخاصة ما يتعلق بقضية الإنسان بأنه متطور من سلالات قردة. فبالنسبة لهم ما لنا مكانة متميزة في الكون، أنا موجود زي أي موجود آخر. طيب ما علاقتنا بباقي الكائنات؟ هل نحن الأسمى والأرقى والمكرمون باعتبار أننا بشر خلقنا الله عز وجل وأسجد الملائكة لآدم عليه السلام؟ قال لا، علاقتنا بباقي الكائنات نحن أحد الحيوانات، أو نحن إحدى الحيوانات الموجودة، حيوان من الحيوانات الموجودة. طيب هل هناك حياة بعد الموت؟ لا. هل هناك إله؟ لا. كيف أحيا؟ زي ما تبغى. هل لك مكانة متميزة في هذا الكون؟ لا، أنا موجود زي غيري، مثلي مثل غيري. هذه الأجوبة السيئة الرديئة هي التي ينتج عنها أن الحياة ما لها جدوى. إذا كان لا يوجد إله ولا يوجد مقاييس ومعايير للصواب والخطأ، للجمال وللقبح، للخير وللشر، إذا ما وجدت معايير ولا مقاييس فممكن الإنسان يحيا كيفما يشاء. وأيضا نظرة الإنسان إلى نفسه إلى أنه مثله مثل بقية المخلوقات، مثله مثل أي حيوان ولا يسمو عليه بأي شيء، هذا يؤثر تأثير بالغ عليه. ثم يأتي إلى النقطة الأخرى، هل هناك حياة آخرة؟ وهذه نقطة جوهرية مثل النقطة الأولى، هل هناك إله؟ نقطة جوهرية، هل هناك حياة آخرة يحاسب فيها الناس على ما فعلوه في الدنيا ويجازون؟ يقول لك لا، هذه الأجوبة هي التي ينتج عنها غياب المعنى غيابا كاملا. هذه الأجوبة السيئة، هذه الأجوبة الرديئة، هذه النظرة المادية، النظرة المادية البحتة، للأسف الشديد أنها سائدة لدى الكثير من الغربيين، ويتأثر بهم كثير من أبناء المسلمين خاصة في مرحلة الشباب، كثير من الفتيات وكثير من الفتيات أيضا، باعتبار أنهم متخصصين في مثلا في بعض الأطروحات العلمية أو في بعض التخصصات العلمية، فيركزون على هذه المسائل، فيؤمنون بنظرية النشوء والارتقاء، يؤمنون مثلا بأشياء متعددة في قضية يعني كيف يوجد الكون، كيف توجد الكائنات الحية، فيرون أن هذه النظريات العلمية تؤدي بهم إلى النهاية اللي يصلون إليها، وهي قضية أن الحياة بلا جدوى بلا معنى. هذا الحوار أو هذه الأسئلة وهذه الأجوبة اللي ذكرها الدكتور عمرو الشريف أنا أرى أنها مهمة جدا، لأنها هنا يبدأ يتسلل لنا أو يبدأ يتسلل للإنسان الذي يطرح مثل هذه الأسئلة ويجيب عنها مثل هذه الأجوبة، يتسلل إليه حالة اللا جدوى من الإيمان. في موضوع يتعلق بكتاب موجود معي، أنا جبته معي، اسمه أساتذة اليأس، يعني معلمو اليأس، الذين يعلمون اليأس، الذين يدرسون الناس كيف يصابون بالقنوط. الأساتذة، أساتذة اليأس، أساتذة يعلمون الناس اليأس، هم يعلمونهم التفاؤل ولا يعلمونهم الحب ولا يعلمونهم الإيجابية، لا، يعلمونهم اليأس. هذه كاتبة اسمها نانسي هيوستن، وهي تكتب أظن باللغة الفرنسية، وإن كانت من أصل من أصل هنغاري الظاهر. هذه الكاتبة نانسي هيوستن في كتابها هذا أساتذة اليأس، النزعة العدمية في الأدب الأوروبي، ذكرت أنها أصيبت بنفس هذه المشكلة، روت قصتها كأديبة وروائية، قالت أنا أصبت في مرحلة من حياتي بأنه الحياة هذه ما لها معنى. طبعا هي لا تزال علمانية ولا تزال يعني على آراء مادية، لكنها ترى أن العدمية، الشعور بأن الحياة لا جدوى منها ولا معنى، ترى أن هذه فكرة تعيسة تؤدي إلى نتائج خطرة جدا. ومرت بها فترة من حياتها، لأنها وهي صغيرة انفصل والدها عن والدتها، وشعرت بنوع من التخلي، وهذا الشعور عند المرأة أو عند الفتاة أسوأ شعور ممكن تصاب به الفتاة، اللي هو الشعور بالهجر،
بالتخلي. هذا وقع على الفتاة صعب جدا على كثير من الفتيات، يعني يصل أحيانا إلى درجة أنه يعني يهز الكيان، يهز كيانها، يهز وجودها، يعني يعمل فوضى في هرم القيم، في سلم الفضائل، في سلم المبادئ، أو في هرم الفضائل والمبادئ تحصل فوضى، ارتجاج، ارتباك. قضية الهجر والتخلي. انفصلت والدتها عن والدها، ذهبوا في جهة وهذا في جهة، فعاشت يعني قررت أن تنطوي على نفسها، وبدأت النزعة السوداوية عندها تكون قوية جدا. في هذا الكتاب الذي درست فيه النزعة العدمية في الأدب الأوروبي، خاصة عند الغربيين في أوروبا، في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا، وركزت على ما يتعلق بفرنسا وألمانيا تحديدا في الأدب الأوروبي، النزعة العدمية، اللي هي يعني النزعة التي ترى أن الحياة بلا جدوى، بلا قيمة، بلا حكمة، وأن نهايتنا إلى الفناء، ولا في آخرة ولا في إله. فركزت على هذا في العصر الحديث في الأدب الأوروبي، وكان كتاب الحقيقة مميز جدا في هذا الجانب. أنا قرأته ورأيت فيه لمحات وتحليلات في غاية الروعة، لا سيما أنها هي عاشت، وهي روائية وأديبة، عاشت المشكلة. ذكرت قصة لفتاة عمرها 18 سنة، سمتها فتاة الفطائر الصغيرة، يعني الفتاة الصغيرة التي تتناول الفطائر، والفطائر كلكم تعرفونها. تقول: كنت إذا ذهبت إلى السكن الصيفي في المصيف في فرنسا حيث كانت تقيم، كانت إحدى قريباتها أو إحدى صديقاتها عندها فتاة عمرها 5 سنوات 6 سنوات، كانت تأتي مع إخوانها وتتشارك مع أبناء نانسي هيوستن في اللعب وفي البهجة وفي قضاء الصيف، يعني كما يقضي الأطفال الإجازات. تقول هذه الفتاة يعني في يوم من الأيام في العصر قام زوجي ليعد الشطائر، فكان يعد الشطائر للأبناء الموجودين، أولادنا وأولاد صديقتنا هذه. فكانت الفتاة هذه ملفتة للنظر أنها تلتهم الشطائر بشكل يعني يثير الضحك، تأكل الشطيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وكان الجميع يضحك عليها لحيويتها، يعني لإقبالها، لشغفها. انتهت الصيفية في تلك السنة. بعد عدة سنوات لما بلغت الفتاة هذه عمرها 18 سنة قابلتها، رأتها. تقول: فلما رأيتها رأيت يعني فتاة ما كأن عمرها 18 سنة، عليها مسحة من الإرهاق، من الاكتئاب. وسأحاول أقرأ لكم بعض الكلمات حتى يكون الأمر في مصداقية أعلى. هذا الكلام موجود في صفحة 294، وهي تتكلم عن يعني كيف يؤثر القراءة، قراءة الروايات، مشاهدة بعض الأفلام، قراءة بعض المواد التي فيها نزعة عدمية، اللي تسمى نزعة الوجودية، هذه العدمية. والفتاة هذه كانت تقرأ لواحد مشهور، وللأسف أنه له مقولات منتشرة عند كثير الناس، اسمه إيميل سيوران، وهو أيضا يكتب باللغة الفرنسية. فالفتاة هذه بدأت تقرأ لهذا الرجل، وهو من رواد الأدب العدمي، من رواد الذين كتبوا في السنوات الأخيرة حول أن الحياة بدون جدوى وبدون قيمة، فتأثرت بأفكاره. تقول: لما شاهدتها، تقول: قد أصبحت امرأة شابة، كانت في 18 ولم تعد مشرقة، بل باتت كئيبة إلى حد يثير القلق. وقد ذكرتني بنفسي عندما كنت في سنها. زيادة على ذلك قالت لي أمها حين ابتعدت ميري أو مريم عن الحديقة حيث كنا نتناول الشاي معا، قالت إنها كانت ترغب في أن تصبح كاتبة، يعني مريم هذه، وإنه سبق لها أن نشرت بعض النصوص الصغيرة، كانت نصوصا غريبة مثيرة للقلق بعض الشيء، لكن ذلك كان طبيعيا في سنها وستتجاوز ذلك. وتقول الكاتبة نانسي هيوستن: بدأت أتبادل أنا وصديقتي بعض الأمور، وقلنا أنها ستكبر وتتجاوز هذه الحالة الكئيبة اللي مرت فيها. لكن أشارت إلى نقطة مهمة، قالت: استولى السواد على ميري هذه اللي هي مريم، استولى السواد على مريم روحا وجسدا،
السواد يعني النظرة السوداوية، النظرة التشاؤمية، النظرة العدمية اللي هو أن الحياة نهايتها إلى الفناء، ولا يوجد إله ولا يوجد آخرة ولا يوجد معنى لكل ما نقاسيه ونعانيه في هذه الدنيا. تقول استولى السواد على مريم روحا وجسدا، ابتعدت أكثر فأكثر عن عالم الأمهات، ابتعدت عن فناجين الشاي والثرثرات. كان ذلك كله قد بات شيئا محتقرا في نظرها، وهذا موجود حتى عند بعض بناتنا الآن. إذا بدت الكلام الثرثرة النسائية المعروفة هذه، أو مثلا بعض حفلات الشاي والاقتراب اللي موجود بين النساء عادة بعضهن مع بعض في الكلام وفي وش أخباركم بعض النساء عندها، بعض الفتيات عندها نظرة احتقارية، تقول هذه تفاهة، أنا يعني إنسانة مفكرة أريد أن أخلو بكتاب، أن أقرأ، أن أكتب، مالي ومن جلسات الشاي والثرثرة والكلام والحواديت، لا 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 لا، أنا أرى نفسي أرفع من هذا. تقول كان ذلك كله قد بات شيئا محتقرا في نظرها، ولم تعد تطمح سوى بالعيش مع سيوران اللي هو الكاتب هذا، مع كتبه، خاصة كتاب له اسمه على ذرى اليأس، وهو يمدح ويبجل التشاؤم ويحط ويقلل من شأن التفاؤل، اللي هو هذا الكاتب الغريب، الكاتب العدمي هذا. المهم تقول قرأت بعض كتاباتها، وجدت أنها تقول مثلا في بعض كتاباتها: الكينونة تحكني لكنني سأنتزع الجلد. عبارة غريبة، الكينونة تهرش يعني تحكني، ولكنني سأنزع جلد الكينونة. برضو تصور غريب، يعني في مجاز مغرق في الغرابة. من كتاباتها أيضا اللي قرأتها نانسي هيوستن لهذه الفتاة عبارة مثل: خفقات قلبي كأنها طعنات سكين، الحياة هي أمل الموت الأخير، ليس هنالك سوى الحقيقة التي قد تخلصنا، الحقيقة تقتل. ثم آخر عبارة وجدوها كتبتها في كتاباتها عبارة: لا أنجح من أن ترقص رقصة الموت، أو عبارة شبيهة بها: لا أنجح في أن أرقص رقصة الموت، يعني أفضل نجاح سأحققه أني أرقص رقصة الموت الأخيرة. وبالفعل وفي عمر 18 سنة هذه الفتاة انتحرت بأن ألقت نفسها من الشقة التي تسكنها أو التي هي سكن والديها، وفي دور عالي جدا ألقت بنفسها وانتحرت. تقول نانسي هيوستن وقد صدمت بهذه الحادثة لأنها بنت صديقتها تعرفها، تقول: لم تعد مريم فتاة الفطائر فحسب، بل لأنها لم تعد المرأة الحائرة والمحيرة، إنها ببساطة لم تعد، ماتت خلاص انتهت. ثم قالت عبارة مهمة جدا: العدمية عند النساء موقف انتحاري، وهي امرأة تتحدث أيضا عن تأثير هذه القراءات التعيسة، الكتابات، الروايات، المقالات، المجلات، الحوارات التي لا تصنع خيرا، لا تصنع نفعا، التي هي في الغالب تحرف الإنسان إلى أن يكون مكتئبا تعيسا في هذه الحياة. ما مصلحتنا من القراءات في الأدب العدمي هذا؟ ما الفائدة منه؟ بوابة التعاسة التي يشعر بها كثير من الناس، من الفتيات ومن الشباب، بوابة التعاسة تكون من المدخل الأدب العدمي هذا، الأدب الوجودي البائس. ثم قالت: العدمية عند النساء موقف انتحاري. طبعا هي حللت، يعني تأثرت بهذه القصة وتأثرت بالقصة السابقة، وقامت تحلل يعني عن هذا، يعني مساوئ هذا الأدب العدمي اللي أنا أحذر منه جدا الآن، وأقول لكم يعني إذا رأيتم من يبجل التشاؤم، من يجعل الموت حل نهائي لكثير من الأمور، فاعلموا أنه ممن يدخل في هذا الصنف الذي تكلمنا عنه. ومن هنا تتسلل الشعور باللا جدوى في الحياة، من هنا يحدث بمثل هذه القراءات، بمثل هذه المشاهدات. أحيانا طبعا الروايات تتحول إلى أفلام. احنا إذا تكلمنا عن الأدب العدمي، الأدب العدمي هذا ممكن يتحول إلى مسرحيات، إلى أفلام، إلى مسلسلات، إلى مقاطع على اليوتيوب. أنا مو بالمقصد القراءة فقط، يحذر الإنسان، حتى ممكن تكون في كلمات الأناشيد، الأغاني، القصائد، الشعر.
عموما الأدب العدمي في الحقيقة بوابة تعاسة. فلماذا نأتي بأقدامنا وندخل مثل هذا الأمر؟ لماذا نأتي إلى اليأس بأرجلنا؟ يجب أن ننتبه. لذلك أنا أقول، وسأعود لهذه النقطة بس بعد قليل حتى لا أطيل فيها، من الأمور الأساسية التي تجعل للحياة معنى أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان. في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودققوا وركزوا على قضية الحب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أيضا لاحظوا كلمة الحب تكررت. وأن يكره أن يعود في الكفر، اللي هو إنكار وجود الله، إنكار الآخرة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا كانت هذه الأركان ال3 موجودة سيشعر بلذة الإيمان، بحلاوة الإيمان، عسل الإيمان، سيجد حلاوة في القلب للإيمان. ولاحظوا أنا العبارة اللي قلتها أمس وأكررها اليوم: المحبة، وخاصة محبة الله عز وجل، وهي أعلى أنواع المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الناس، وأن يتحول هذه الفضيلة، فضيلة المحبة إلى سلوكيات، وأن نشعر بلذتها وبحلاوتها في قلوبنا. هذه المسألة، الحب هو الذي يجوهر الإنسان، هو الذي يجعل الإنسان له جوهر، يجعل له معنى. لذلك لاحظوا معي مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: لا تؤمنوا حتى، يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وهو حديث صحيح أيضا في صحيح مسلم، يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لاحظوا الآن جسر الدخول الجنة على جسر الحب، على جسر المحبة. لن يكون للحياة معنى بلا محبة، لن يكون للحياة معنى بلا حب. إذا فقد الإنسان الحب تسلل إليه الشعور بأن الحياة لا جدوى منها. في غياب الحب تغيب المعاني، ويغيب معنى الحياة. لذلك الجسر الذي نعبر به إلى الجنة سيكون جسر الحب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اللي هو الحب في الله. ولو تقرؤون في الحب في الله وفضائل الحب في الله، أعطاها الدين مكانة كبيرة جدا ملفتة للنظر. هؤلاء الذين يتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. ليش طيب على منابر من نور؟ من نور لفضيلة الحب، لكوننا نحب أصدقائنا حبا في الله، لكوننا نحب الخير والفضائل لأنها تقربنا إلى الله. نكون كائنات أخلاقية، شخصيات أخلاقية، شخصيتي أبنيها على أن يكون الحب ركيزة أساسية فيها. هذا سيجعل الإنسان يشعر بمعنى الحياة. حلاوة الإيمان إذا فقدت فقد معنى الحياة. متى تكون الحياة بلا معنى؟ نفس تقريبا الكلام اللي ذكرناه بالأمس عن متى يكون للحياة معنى، الآن نعكسها. إذا غاب الحب سيتسلل لحياتنا اللا جدوى واللا معنى لهذه الحياة. إذا غاب الحب، ومنها حب الوالدين. في مشكلة كبيرة الآن عند كثير من البنات في مسألة علاقتها بأمها وعلاقتها بوالدها. عدد من البنات لا يستهان به بدأوا يتكلمون عن قضية كراهيتهم لأمهاتهن. أن تحل الكراهية محل المحبة سيتطور الأمر إلى ما بعد إلى أن تكون هذه الحياة بلا جدوى. لا تسمحوا لمثل هذه المشاعر أن تنمو داخلكم، مشاعر الكراهية نحو الأم، نحو الأب، نحو الأخوات، نحو الأصدقاء، الصديقات. لا، ارفضوها من البداية، لأنها إذا وجدت ستكون الحياة بلا معنى، ولا لها قيمة ولا لها حكمة، وقد تؤدي الإنسان إلى اليأس، ثم اليأس يؤدي إلى الكفر بالله والقنوط من رحمة الله وعدم الإيمان بالله. الأمور تتطور بهذه الصورة. الحزن يقود إلى الكآبة، الكآبة تؤدي إلى القنوط واليأس، واليأس والقنوط يؤدي إلى
رفض الإيمان بالله عز وجل. هي الأمور تتسلسل بهذه الصورة. أيضا إذا كان الإنسان سطحي في تفكيره، ما تهمه للأشياء المادية أو ما تهمه للأشياء التافهة في الحياة، المظاهر فقط، هذا أيضا يغيب المعنى عن الحياة في سلوكياته، في تصوراته. تسطيح التفكير، إذا كان يسطح الفكر، إذا كان مهمل في العمل، ما يعتني بالعمل ويرى أن العمل شيء غير ضروري، هذا أيضا يقع في هذا الأمر. أن يتعلم العجز، لأنه في شيء يسمونه العجز المتعلم، اللي هو العادات السيئة التي تتكون عند كثير من الناس، عادات سيئة. هذا العجز المتعلم سيء جدا. التمركز على النفس، ما عنده مشاركة ولا محبة ولا عطاء للآخرين، إنما متمركز على نفسه، أناني ومنكفئ على نفسه، يحب الوحدة والانعزال، ولا يحب مشاركة الآخرين، ولا عنده أي عطاء للآخرين، ولا يهتم بالآخرين، اهتمامه بنفسه فقط، متمركز على نفسه. هذا أيضا يجعل الحياة بلا معنى، لأن الحياة بالتواصل. إذا ما كان في تواصل ما صار في اتصال، وإذا صار ما في اتصال فهناك انفصال وغربة ووحشة. وكل الأنانيين وكل المتمركزين على أنفسهم يشعرون بهذا الأمر، الحياة عندهم ما لها معنى. أن ينعدم التجديد في الحياة هذا أيضا يؤثر، أن تكون الحياة رتيبة مملة روتينية، اليوم مثل بكرة مثل بعد بكرة. لا، المؤمن يجب عليه أن يتجدد. في ذلك ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد مطلوب في الدين، مطلوب أنك تكون تتجدد. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الملل غير مطلوب وغير مرغوب، ويجب على الإنسان أن يبرمج حياته ومشاريعه في الحياة بصورة بحيث أنه لا يسمح للملل أن يتخلل حياته. لذلك التجديد والتغيير، وأن الإنسان يأخذ من الأمور بما لا يوقعه في الملل، هذا أمر مطلوب شرعا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكن لا تقعون في الملل، اكلفوا من الأعمال، يعني تحملوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والملل مذموم شرعا، كما أن الحزن مذموم شرعا، ويجب على الإنسان أن يكافح ذلك، ولا يسمح للملل اللي هو هذا الإحباط اللي يأتينا الآن من قضية الروتين والرتابة اللي تكون في الحياة، لا يسمح لها أن تتسلل إلى حياته. لذلك مفهوم كما قال جيفري لانغ أمس، مفهوم الجهاد في سبيل الله، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفهوم مشاركة الناس في آلامهم في أفراحهم، هذا هو اللي يجعل الإنسان حياته متجددة متغيرة. أبرز قضية أيضا في أن الحياة تكون بلا معنى أن يحيا الإنسان بلا هدف يناضل لأجله، يكافح لأجله، يقبل التحدي من أجل ذلك الهدف. هذا من أهم الأسباب التي تجعل الحياة بلا معنى، أن يحيا الإنسان بلا هدف يناضل لأجله. أنا طبعا ببدأ الآن في النقاش معكم، وأحب أسمع منكم آراءكم حول الموضوع هذا بعد قليل، بس حتى لا نختصر الوقت، لأنه سنحسب حساب الوقفات التي ستأتي. مهم جدا حتى يكون الحياة لها معنى، لأنه من الأشياء التي تجعل الإنسان أو تجعل الفتاة تحديدا يتسرب إليها الإحساس بالإحباط من هذه الحياة، ويتسرب هذا الإحباط ويتطور أحيانا إلى يأس وقنوط وشعور بلا جدوى من هذه الحياة، أن تكون معنوياتها منخفضة. انتبهوا يا بناتي لهذه القضية، لا تسمحوا لأحد أن يجعلكم في هذه الحالة. حافظوا حالة المعنويات المنخفضة، حافظوا دوما على أن تكون معنوياتكم عالية. اقتربوا من الصديقات اللي يرفعون المعنويات، اقتربوا من قراءة الكتب أو المقالات أو مشاهدة المقاطع التي ترفع من المعنويات، تحفزكم أكثر. لا تسمحوا لشيء أن يؤثر على معنوياتكم ويؤدي بكم إلى انخفاض تقدير الذات. القوة في المعنويات مهمة. لذلك ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال، هذا حديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن هذا أفضل وأحسن
ويحبها الله عز وجل، اللي هو المؤمن القوي، قوي في معنوياته، قوي في دراسته، قوي في تفكيره، قوي في أعماله. المؤمن القوي القوة في كل شيء، وخاصة القوة المعنوية، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم يعطيك الرسول عليه السلام شيء مفيد جدا: احرص على ما ينفعك. يعني القراءة في الأدب العدمي والشعر ما بعد الحداثي والأشياء هذه، أنا طبعا ما أتكلم عن الشعر ما بعد الحداثي من حيث كسر العمود الشعر، لا، أتكلم عن المضامين العدمية، المضامين التي تجعل الحياة بلا جدوى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كانت هذه الأمور لا تفيد، لا تنفع، لا تزيدك قوة، ابتعد عنها. اجعل حرصك على الأشياء التي تنفعك، الأشياء اللي فيها مصلحة، الأشياء التي تزيدك قوة، الأشياء اللي تجعل حياتك معنوياتك فيها مرتفعة. ما لك ومال هذه المشاهدات أو القراءات أو المسموعات التي تسهم في الكآبة وتجلب الأحزان، مثل ما تكلمنا قبل قليل عن كتابات سيران مثلا وقصة فتاة الفطائر اللي قبل قليل. لا، احرص على ما ينفعك، اجعل حرصك على الأشياء اللي فيها نفع، التي تزيدك قوة. وهذه معيار مهم جدا ممكن يقلب حياتك. لو هذا الحديث ممكن يكون حديث يعني انقلابي في تصوراتنا، لو حفظها الإنسان وجلس يكرره ويفكر فيه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله ولا تعجز. الشعور بالعجز، مستقبل مظلم أسود، لا، هذه عبارات خطأ. استعن بالله، أحسن ظنك بالله، لا تعجز، لا تشعر أن هذه الأمور ما عاد لك مصلحة، ما عاد لك قدرة فيها. حاول ارفع معنوياتك، فإن هذا هو الذي سيقودك إلى خير الدنيا والآخرة. وإن أصابك شيء، مصيبة، ألم، معاناة، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني هو حالة الندم التي تجي الإنسان والخوف من الفشل. لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حاربوا هذا الخوف من الفشل. معنى كلامه عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني، تشعر بالندم ثم بعد ذلك يتركز عندك الخوف من المحاولات. لا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أو في بعض الألفاظ أو في بعض الضبط ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان يحزن المؤمن، يحرص على الفشل عند المؤمن. هذا حديث عظيم جدا يستحق وقفات حقيقة. أنا أقول، وهذه ربما تكون آخر نقطة في المحور الخامس: علينا أن نرفض القراءة والمشاهدة والمشاركة وأي شيء يسبب لنا التعاسة، ومنها الكتابات والمشاهد والمقاطع والتي تدعو إلى أن الحياة بلا جدوى وبلا أهمية. حاربوها، ارفضوها، اكرهوها، لأنها تؤدي التعاسة. في عبارة جميلة أظنها لجبران خليل جبران، يقول: باطلة هي الأفكار التي تجعل الإنسان تعيسا في حياته. أنا أعجبتني هذه العبارة، جبران خليل جبران يقول: باطلة هي الأفكار التي تجعل الإنسان تعيسا في حياته. ما الفائدة منها؟ ما الغاية منها؟ أنا أريد أن أشاهد وأن أقرأ وأن أتعلم وأن أتطور في أشياء تزيدني قوة، تزيدني إقبال على الإنجاز، على الإنتاج، لا أن تجلب لي التعاسة. أنا أريد أن أكون سعيدا لا تعيسا. باطلة هي الأفكار التي تجعل الإنسان تعيسا في حياته. لذلك الله عز وجل نهى عن الحزن كما قلنا بالأمس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل قليل حذر من قضية الندم والخوف من الفشل. هذه مسألة في غاية الأهمية.